السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ. النهاردة معانا فيديو جديد عن متى تنزل السدادة المخاطية ومتى تتم الولادة بعدها. السدادة المخاطية هي تجمع كثيف من المخاط يتكون في عنق الرحم خلال فترة الحمل، وتعمل كحاجز وقائي يمنع دخول البكتيريا أو أي جراثيم إلى الرحم. يتغير شكلها ولونها من امرأة لأخرى، وغالبا ما تكون شفافة أو مائلة للون البني أو الوردي. أولا، متى تنزل السدادة المخاطية؟ في العادة ما تبدأ السدادة المخاطية بالنزول مع اقتراب موعد الولادة، أي في الأسابيع الأخيرة من الحمل، وغالبا في الأسبوع 37 أو بعده. لكن بعض النساء قد تلاحظ نزولها قبل ذلك بقليل، وخاصة إذا كان هذا ليس الحمل الأول. نزول السدادة المخاطية لا يحدث فجأة دائما، فقد تنزل بشكل تدريجي على مدار عدة أيام، أو تنزل دفعة واحدة، ويكون ذلك أحيانا مصحوب ببقع دم خفيفة تعرف بالعلامة. ثانيا، هل نزول السدادة المخاطية يعني أن الولادة وشيكة؟ رغم أن نزول السدادة المخاطية علامة على اقتراب الولادة، إلا أنها لا تعني بالضرورة أن المخاط سيبدأ فورا، فقد تبدأ الولادة بعد ساعات أو أيام، وأحيانا حتى أسبوعين من نزول السدادة، خصوصا إذا لم تكن هناك أعراض أخرى مثل تقلصات منتظمة ومؤلمة، أو نزول ماء الرأس السائل الأمنيوسي، أو ضغط قوي في الحوض، أو توسع في عنق الرحم. ثالثا، ماذا يجب أن تفعلي بعد نزول السدادة؟ إذا لاحظت نزول السدادة المخاطية فلا داعي للذعر، فقط تابعي مراقبة حالتك، وانتبهي لأي علامة أخرى تدل على بدء المخاض. ولكن يجب الاتصال بالطبيبة فورا إذا كان النزيف شديد، أو نزل ماء الجنين، أو شعرت بتقلصات قوية ومنتظمة. وخلاصة الفيديو: نزول السدادة المخاطية هو إحدى علامات اقتراب الولادة، لكنه لا يعني دائما أن المخاض بدأ. من المهم متابعة الأعراض الأخرى والتواصل مع الطبيبة لتقييم الحالة. كل حمل يختلف عن الآخر، لذلك الاستماع لجسمك واستشارة الطبيبة هو الأفضل دائما. في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيبة. ولو الفيديو عجبكم ياريت تدعمونا بلايك وكومنت، وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، وتشتركوا معنا في القناة، وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ.